مساء الفل، مساء جبر الخواطر. النهارده انا في مدينه نصر في محل اسمه كريسبي ميلز. كريسبي ميلز دوت عامل اكل جامد جدا. تعالوا نشوف الحكايه. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم حميد وجابر الخواطر. النهاردة أنا في مدينة نصر في أول عباس العقاد، شارع أنور المفتي، مطعم كريسبي ميلز. تعالوا نشوف الحكاية وفيها جبر خواطر. مكان جميل وفي مكان مفتوح كده بره، اللي عايز يقعد بره. أنا بصراحة الجو كان ساقع بس المكان والمنظر تحفة. طبعا ركنات العربيات بره كتير والموضوع سلس كده الحمد لله. زي ما قلت لكم محل كريسبي ميلز عامل عروض حلوه قوي، وانا بنصحكم ان انتوا تجربوه. تعالوا معايا ونشوف القصه والحكايه ونشوف جايب لنا ايه النهارده عشان ندوقه ونقول لكم الحكايه فيها ايه. بصوا بقى كده، دي صينيه الفاميلي. الصينيه دي عباره عن المفروض هو 6 عيش، وما منزل لنا 2 زياده بصراحه يشكروا. ومنزل معاها الايه، ال2 صوص دول. ده صوص جبنه او صوص كول سلو او رانش، ومعاها جره الجبنه. ودول المفروض 5 قطع فرايد تشيكن، 1 2 3 4 5 تمام، و5 ستريبس. ادي 5 ستريبس ونص فرخه وكيلو رز، كيلو رز بسمتي تمام. وطبعا جره الجبنه الموجوده الجميله ديت، والصينيه بتاعت اللي عليها العرض من كريسبي ميلز. ونشوف ده الستريبس بتاعهم. لا الفراخ فريش وحلو. جميله بصراحه. تعالوا بقى نشوف البروستد كده. البروستد بنعرفه لما بيكون الفرخه من جواها بيضه ونظيفه. ادينا هنمسك الحته اهو، او نمسك صدر. انا دايما بشوف الصدر والفخذ احسن. بس كده قرب دوق كده البريدنج بتاعهم. نشوف بقى الايه، الفراخ البروستد اخبارها ايه. واو، ايه رايكم؟ لا حاجه نظيفه. لا جميل حلو تمام. ده نص الفرخه بتاعهم. ناخد كده حته مشويه ندوق. الفراخ المشويه التتبيله فيها كويسه، يعني انا حاسس كده ان اذا كنت التتبيله فيها بقى لها كذا يوم. الصينيه حلوه، لا الصينيه جميله مفيهاش كلام. بس طبعا الرز انا حاسس ان هو قليل شويه، بس مش مهم، كده كده معاكوا عيش وهنكمل بقى. جايبين النهارده طاسه جبنه، دي جبنه بالبيبروني. هنجربها كده ونشوف ايه الموضوع طعمها ايه وعامل ايه. ومعاها بقى جبت بقى ايه، حبيت اجيب سندوتش برجر دبل. سندوتش برجر دبل دوت بيف طبعا، ادي الصوصات والحاجه بتاعته. بص كده معايا تمام. ونجود الدنيا ونشوف، ولو عجبنا الاكل هنقول، ما عجبناش ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونقول الصح يعني. دي الطاسه تحت الجبنه، جايبينها طاسه بيبروني. ندوق كده ونشوف ايه الاخبار. طبعا الجبنه هي بتمط اهي وجميله زي الفل بصراحه. لا حلوه تمام. خش كده. ده كده احنا طلبنا برجر تشيز دبل ومشوي على الفحم. بص كده الواجهه بتاعته. نجرب ده بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.
البرجر حلو والحاجه طازه والعيش جميل، بس انا حاسس ان هو قليل. يعني هو الدبل بتاعه المفروض يبقى اكبر من كده. الحشو بتاعه ما فيهوش صوصات كتير، معلوش الا صوص جبنه والصوص الارضي بس، لكن ما فيش خس، ما فيش طماطم، ما فيش الكلام ده. فتمام مش شغال. طبعا هم جايبين الفرايز لوحده على اساس الصينيه، انا طلبت الفرايز يبقى لوحده عشان نشوف كميه البطاطس قد ايه. بص كميه البطاطس كده حلوه. لا بصراحه الحاجه كويسه والفرايز كويسه جدا ومقرمشه، يعني احلى حاجه ثانيه مقرمشه جميله. تمام. بصراحه المكان جميل جدا وانا بصراحه انبسطت. جيت انا وولادي وخدنا وجبه حلوه كده، عملنا الصينيه اللي انا وريتها لكم ديت، وخدنا معاها طاسه جبنه، وخدنا معاها اللي هو البرجر الدبل. بصراحه حاجه جميله، وانا بنصح اي حد عايز فرايد تشيكن مظبوط، عايز طاسات جبنه، عايز اي سندوتشات كويسه، تعالى المكان هنا. كريسبي ميلز محترم جدا واسعاره كويسه جدا. يعني لما تيجوا تشوفوا الاسعار بص كده معايا، هو اي نعم بقى في تعديل شويه، بس طبعا عشان الاسعار غليت وكل حاجه. الاسعار بتاعت الصواني هي اللي انا كنت مركز عليها. تمام، دي الاسعار بتاعتهم. تمام، اسعار برضو المنيو بتاعهم اهو ماشي. وادي المنيو التاني اهو برضو، الطاسات هي اللي انا اخترت منها واحده. السندوتشات، بنصح اي حد عايز اكله حلوه والمجموعه معاك او اسرتك ممكن تيجي كريسبي ميلز، بصراحه هتلاقي حاجه خدمه كويسه. ومن هنا بقى انا بشكر اداره المحل، طلبت المدير فقلت اتكلم معاه كلمه كده واشكره واقول له كتر الف خيرك على الايه. انا طبعا انا مش معرفه ان انا كنت بصور، انا طلبت الحاجه وقعدت وبدات اصور، فقلت اتكلم معاه اخر الفيديو. لو لقيت الحاجه كويسه هشكره، لقيت الحاجه هاخد بعضي وامشي. فانا من هنا بقى اعرفكم دلوقتي الاستاذ احمد سامي مدير المحل هنا بتاع كريسبي ميلز، وانا بشكره. وبصراحه الخدمه عند حضرتك محترمه جدا وربنا يخليك والله يا فندم. يعني انا صفحتي اسمها حميد وجبر الخواطر، دايما بخش اي مكان بنعمل جبر خواطر للناس، فانا شايف ان هنا المكان الاسعار حلوه. اي نعم انتوا ما فيش اوفرات اليومين دول جامد، بس انا عارف عشان الاسعار، بس ان شاء الله والحاجه كويسه والله بدون مبالغه، الحاجه تمام وزي الفل. وانا بشكر الاستاذ احمد سامي في كريسبي ميلز فرع مدينه نصر. تمام، ونشوفكم كده ان شاء الله في جبر خواطر جديد. السلام عليكم.